احتضنت جامعة واسط قسم الآداب المهرجان السنوي الثاني لطلبة قسم الإعلام تحت شعار نشاط طلابي لمحتوى إعلامي هادف، والمشاركة في عرض أعمالهم ونتاجاتهم من خلال العمل الإعلامي، إضافة إلى عمل استبيان في واسط حول أفضل عمل صحفي وتقرير استقصائي وأفضل إعلامي، وتكريم الفائزين والمشاركين تشجيعًا وتكريمًا لجهودهم في خدمة الإعلام. تضمن المهرجان القيام كثير من الفعاليات والأنشطة الطلابية وبإشراف مباشر من أساتذة القسم. هذا المهرجان بصيغته الثانية أو رسالته الثانية احتوى على نتاجات إعلامية جديدة، من ضمنها الاستطلاع الرأي اللي كان على مستوى المحافظة وحقق نتائج كبيرة لاختيار الأفضل إعلاميا، وكذلك تم تضمين فقرة المسابقة لاختيار أفضل فن صحفي، وسجلت لدينا مشاركات من محافظات مختلفة: ذي قار، ميسان، وكذلك بغداد وواسط. نأمل أنه هذا المهرجان يحقق رسالته ورؤيته، إلا وهي رسالة الجامعة للمجتمع. يقيم قسم الإعلام في كلية الآداب جامعة واسط مهرجانه الإعلامي الثقافي السنوي الثاني لعرض نتاجاته الطلابية لطلبة قسم الإعلام. حقيقة يأتي هذا المهرجان ضمن رؤية القسم في فسح المجال لطلبته في عرض نتاجاتهم الطلابية، وأيضا يتضمن هذا المهرجان عرض لأفلام قصيرة من إنتاج طلبة القسم، وأيضا حملة علاقات عامة توعوية عن مخاطر الحوادث المرورية، وأيضا عرض نتائج الفائزين في الاستطلاع السنوي لقسم الإعلام عن أفضل نتاج إعلامي في محافظة واسط. إن الهدف من هكذا نشاطات شبابية هو إبراز جهود الكليات وأقسام الإعلام ومدى تطور العمل في هذا المجال، ونحن نعيش في موجة إعلامية غير منظمة من الأعمال الهابطة وبعيدة عن المهنية، لذا تحاول الكوادر الأكاديمية والجهات المعنية بصقل تلك المواهب والحصول على نخبة من الإعلاميين المهنيين يرتقون إلى مستوى المسؤولية. المهرجان السنوي لقسم الإعلام كلية الآداب جامعة واسط يضمن نشاطات الطلابية على مدار السنة، ويؤدي إلى تطوير شغلهم وظهور شغلهم في هيك مهرجانات. لذلك احنا نطمح لكثرة المهرجانات قسم الإعلام لتجميل منظور الإعلام في محافظة واسط وتشجيع الطلاب لدخول هذا القسم. الإعلام هو القوة الناعمة الضاربة التي باتت واحدة من أهم القوى والآليات التي يتم من خلالها تشكيل الصور الذهنية في عقول الجمهور ومده بالحقائق والمعلومات. جوفان آمانج لقناة الرأي واسط.